اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عاملين ايه دلوقتي في البرد والشتاء والدنيا مطر والجو ساقع قوي 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 قوي؟ قاعدين متكتكين كده بنعمل كل حاجه ونجري تحت البطانيه. تعالي اقول لك بقى على حاجه تدفيكي وتعملي عشوه بقى 10 على 10. هتولعي الفرن البوتاجاز بتاعنا وهتعملي اكله تتعشي بيها، بس مش هقول لك حكايه، لا هتاخد منك وقت ولا هتاخد منك مجهود ولا حاجه. هنجيب احنا ايه بقى؟ نص كيلو جلاش. انتوا عارفين الجلاش اللي هو بيتباع في السوق دوت، اللي هو سايب دوت، مش اللي هو في اكياس اللي هو متغلف ده، لا ده سايب دوت، بيبقى نص كيلو بسم الله ما شاء الله ب 12 جنيه. بيفرط ياما كده هوت عن الاكياس اللي احنا بنجيب. خلاص هناخد نص الكمية الجلاش بتاعنا، وهنفردها بقى. نجيب صينية كده وندينا زيت زيتون. انا بعمله بزيت زيتون عشان يبقى خفيف، مش بعمله بزيت ولا بعمله بسمنة، يعني زيت اللي هو النباتي دوت، لا انا بحطه بصوا زيت الزيتون عشان يبقى خفيف كده. هاخد نص الكميه، يعني يعتبر نص، يعني انت هتكوري كده اللفه بتاعتك، هتعملي نصها وتخلي نصها، وتقطعيها بقى انت بسكينه بمقص اللي يعجبك يعملي. انا بايدي كده وعملتها وايه ولكفتها في ثواني كده. خدت نص الكميه زي ما انت شايفه، وهاخد بقى معلقتين 3 زيت زيتون برده وهرشها فوقها كده. واللي ما عندهاش زيت زيتون وعايزه تعمليها بسمنه بلدي اعملي، عايزه تعملي بزيت ذره اعملي، اللي عندك متوفر اعملي. فانا كان متوفر عندي زيت زيتون، فانا ايه حبيت ان انا اعمل بيه وكده يبقى خفيف. فانا بقى ايه بصوا، انا فردت كده نص الكميه اللي عندي اهيت وفركتها في بعضها كده عشان خاطر تشرب من الزيت كلتها. ما عملتش في حاجه تانية عشان خاطر لما اللوايه ما تكترش عليا وكده، عملت في نفس الصينيه. عندي بقى زيتون شرايح كده، هناخد شويه وهنفردهم. وعندنا جبنه رومي اهيت زي ما انت شايفه برضه هنحطها. انا بجيب بصي يا بنات، انا بجيب كميه على قد بص يعني ب5 زيتون، ب10 جبنه رومي. بيبقى عندي بقى الموتزاريلا بتبقى في الكيس، بتجيب النص كيلو على بعضه، بتاخدي منه شويه تحطيهم على الفطيره اللي انت هتعمليها دلوقتي، وتعيني بقيته في التلاجة. يعني مش هتكلفك حاجه، اللي بتزيدك اكتر من 20 جنيه، لا مش بتزيد فطرايه، 20 جنيه بالظبط. خلاص وانا بقى بصوا حطيت جبنه موتزاريلا وجبنه رومي والزيتون. وعندي جبنه عبرلاند كده، عندك فيتا حطي، عندك اي جبنه انت بتحبيها متوفره في بيتك حطي. خلاص هناخد برضو شويه كده وهنفردهم. فهي بقى كل ما بفردها كل ما بتمسك في صباعي كده، فانا ايه هفردها انا بقى كده واكتر شويه كتار كده حلوين، وهرجع لكم تاني. بعد ما فردت الجبنه اللي بتاعتنا اهوت، ما عندنا بقى عملنا طماطم شرايح زي سلطه كده، مع فلفل. عندك فلفل الوان حطي، اخضر احمر اللي عندك حطي، وفلفل الوان بيبقى برضو مغذي وحلو عندك قطعيه. وهنفرده برضو كده على ال ايه على ايه على الجلاش بتاعنا. كان عندي برضو جبنه شرايح كده من هي بتاع البرجر ديت، فانا برضو حطيتها. كل اللي عند اي جبن عندك حطيها بتحبيها حطيها، مش فارقه معايا اي حاجه، وهتطلعي بنتيجه تحفه. بصوا خدت شويه حلوين كده فردناهم. بتبقى سايحه برضو مع الموتزاريلا، بتبقى بتمط كده، بتبقى طعمها حكايه. حطي بقى لايك اللي بيتفرج معانا ووصلت لحد هنا في الفيديو، تحط لايك، تكتبي كومنت حلو يفرحنا. في ايه في إيه؟ يعني انتم مكسرين كده لا خالص كده من يمتي يا جماعه، حطوا في لايك، اكتبوا كومنت حلو، كلمه حلوه تفرحنا يعني. الكلمه الطيبه صدقه. خلاص فانا فردت اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده اهوت. هنجيب بقى بصوا نفس الكميه اهيت، نص الكميه الباقيه هناخد نصها برضو وهنفردها كده. ولا تحطي رق سمنه ولا رق زيت وتقعدي كده اهو، كسريها كده اهوت بمقص بسكينه، بتقطعيها بايدك زي ما انا بعملها بايدي كده في ثواني. تاخدي نصها كده وتحطي. شايفين سهله ازاي؟ مفيش تعب ولا حاجه. اهوت فردت بقيه الكميه اللي معايا كلها اهيت. خلاص ظبطي وشها بقى كده، اي حاجه باينه الطماطم اي حاجه تداريها كده. هناخد برضو معلقتين زيت زيتون وهنفردهم على وشها في ثواني كده، ومفيش والله ما تاخد منك 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق. وهتعمليها والله وعيالك هيبقوا مبسوطين منها قوي. واللي تعملها وتلاقيها حلوه تخش تاني على الفيديو وتقول لي كلمه حلوه وتقول لي تسلم ايدك، حتى يا ام حتى اي حاجه اي حاجه من تطلع
من ايدكم حلو، مش من بقكم، من ايدكم يا جماعه. بصوا انا ده كوبايه لبن، هنحط فيها بيضه وشويه فلفل اسمر. عندك فلفل ابيض حطي، متحبيش الاسمر يبان على وشها كده، حطي الفلفل الابيض. خلاص، وهت ايه، وديت معلقه ايه بيكنج باودر. هنقلب البيضه بقى كده مع بعضها، مع البيكنج باودر مع الفلفل كله كده مع بعضه. وهتسقي بيه بقى الفطيره بتاعتك. شايفين اهو دوبنا البيضه خالص في اللبن. رشيها انت بقى على الصينيه بتاعتك. لازم تشربوها كلها، ما تسيبيش حته ايه ما شربتش من اللبن. افرديها كده بالمعلقه كده. صلوا بقى على سيدنا النبي كده وحطوا لايك، واللي ما عملتش اشتراك تعمل اشتراك، وتقولوا لنا في نفسكم ايه واحنا نعمله لكم. اي وصفه عايزين تعملوها اكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات. ايه يا جماعه في اي يعني، هي القناه بتاعتي الوحيده كده اللي انتوا ما بتحبوهاش؟ خلاص يا سيدي، اللي ملوش حد الا ربنا. خلاص، عندك جبنه موتزاريلا بقى تحطها على الوش كده، وكنتي مولعه الفرن بتاعك وتحطها في الفرن. بس سهله خالص. انا محتاجه حاجه، شايفين شكلها اهوت. ولعت الفرن بتاعنا، وهنسيبها بقى لحد ايه ما تاخد وتدي مع نفسها كده، وتراقبيها بقى ما تنساهاش. شايفين انا كل شويه بوريها لكم الجبنه ساحت وشكلها عامل ازاي. والله تستاهل لايك. كل اللي بيتفرجوا على الفيديو مفيش تفاعل خالص في القناه بتاعتي خالص. فين اللايكات بتاعتكم؟ انا عامله لكم فيديو وتعبت فيه جامد، فيه 5 لايك بس. لا كده خلاص يعني، خلاص مش بعرف اطبخ للدرجه دي. شايفين شكلها حلو ازاي اهيت. خلاص، كل ما في الفرن، كل يعني كل ما تحمر بوريها لكم. حاجه هاديه، الفرن هادي عليها خالص اهوت. شايفين بجد اقسم بالله تحفه. شايفين شكلها، والطعم احلى واحلى كمان. ولا ريحتها بقى مش هقول لكم. على فكره بصوا الفطيره دي انا بعملها كل 3 ايام، كل 4 ايام، كل ما هنكون جعانين كده في سهرانين في ليله. الفرن بقى موجود وانت بتدفي نفسك وكده، بنقوم احنا بقى مولعين وعاملينها. هنقطعها بقى ايه قطع بقى زي ما انت عايزه كده. مش عارفه انا كنت بكلم مين وبشاور بالسكينه كده بقول له ابعد عني. يا اختي حلوه. يا سلام يا سيدي. انا بشجع نفسي، بدل انتوا بتشجعونيش، انا بشجع نفسي. شايفين كانت سخنه لسه. شايفين شكلها بجد والله تحفه. تستاهل لايك. خلاص اهي تطلع لكم قطعه منها تشوفوها. وانا بقى مسويها في الفرن حلو يعني. بصوا ارضيه الصينيه زي وشها بالظبط. شايفين؟ يا وعد يا وعد. شايفين على الجمال؟ شامين الريحه؟ جميله جميله والله العظيم. يلا بقى ايه تشطري كده، قومي يلا اعمليها دلوقتي اهو تعشي بيها. لو انت بتتفرجي على الفيديو بالليل قومي اعمليها في تعشي، بس مش هتنفع الا عشاء اصلا. لا هتنفع فطار ولا هتنفع غدا. عشوائيه حلوه كده بالليل في السهر. خلاص يلا بقى ايه، اللي شاف الفيديو يعمل لايك، وكل فيديو وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.